intikal ettik. Bir kişi ağır yaralı. Belki varsın. Bilinen yere acil ambulans. Acil. Sen de iyi ki varsın. Allah'ım izin verme yalvarırım. Halil burada. Ne olur yardım et. Cengiz'in ölmesi. İşimiz çok zor. Ablamla hayır. Şimdi kendine gelmesini bekliyoruz. Biz ne Eniştem o Cengiz denen adamı buldular. rüzgarlara sitede sağlam çıktık. Şimdi bu fırtına varmışsın. Ama atmaya kıyamamışsın. Ama engelleyecek bizi. Sayfalarım sen. Çünkü beni seviyorsun. Önemli bir şey var. Okudun. Evet, sana söylemem gereken çok önemli. Yani biliyorsun her şeyi. Beni senden Zeynep Aslanlı'nın telefonuna ulaşmak. sadece ölüm ayırabilir. Tek yapmamız gereken Durum nedir doktor bey? İfade verebilir mi? Konuşacak mı bu? توقعات الحلقة 186 من مسلسل تل الرياح الموسم الثاني. بتبدأ حلقة النهاردة بجنكيز وهو متصاب وبينقلوه على المستشفى، وبيبقى زينب وخليل قلقانين عليه لا يحصل له حاجة وما يقدرش يشهد بالحقيقة في قضية طولاي. وأخت زينب الصغيرة بتدخل لوالدتها وبتطمنها إن خليل وزينب مسكوا جنكيز، وبتفرح طولاي وبتحس إنه لسه في أمل إنها تخرج براءة. وبتتضايق جودزي من اللي بيحصل لأنها بتبقى عايزة جنكيز ما يقولش الحقيقة وتنكشف خطتها. وبتشكر زينب خليل على وجوده جنبها وبيقول لها إنه بيحبها، وبيقرأ الورق اللي كانت زينب كاتباه عشانه، وبيشوف قد إيه إن زينب بتحبه جدا. وجودزي بتحس إن خطتها هتفشل بسبب خليل ودعمه الكبير لزينب، وبتقرر إنها تعمل خطة علشان ما تنكشفش. وبيقول لها اللي بيساعدها إنهم لازم ياخدوا موبايل زينب. وفي الآخر بنشوف إن جنكيز فاق وبيسأل خليل هل هيقدروا ياخدوا شهادته دلوقتي ولا لأ. وبتتوتر جودزي جدا لجنكيز يقول الحقيقة، وده اللي هنعرفه في الحلقات القادمة. وبكده يا حبايبنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبحب أشكر كل واحد وصل لنهاية حلقتنا. ولو كنت ما وصلتش لنهاية الحلقة أكيد كنت هشكرك برضو. ولو أول مرة تشوفنا ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك اللذيذ علشان تكوني أول واحدة أو علشان تكون أول واحد يوصل له كل جديد. مع السلامة، باي باي.